تخيل معايا السيناريو ده. انت قاعد في امان الله، مسكت موبايلك، فتحت انستجرام او لينكدين، وفجأة صورة لصاحبك اللي كان معاك في الكلية وهو بيستلم ترقية منصب مدير، او صورة تانية لواحد قريبك وهو مسافر المالديف، او بوست لواحد اصغر منك ب5 سنين وعمل اول 1,000,000 جنيه. في اللحظة دي غصب عنك حسيت بنغزة في قلبك، سؤال خبيث كده طلع في عقلك: ليه هم وانا لا؟ هو انا مقصر او منحوس، ولا الدنيا دي ماشية بالواسطة والحظ؟ النغزة دي يا صديقي هي اكتر فيروس ممكن يصيب نفسيتك وعقيدتك. الفيروس ده اسمه المقارنة. تيودور روزفلت قال جملة: المقارنة هي سارق الفرح. بس الحقيقة ان الموضوع اكبر بكتير من مجرد فرحة اتسرقت. الموضوع بيوصل لتدمير كامل للسلام النفسي، وممكن يوصلك للتسخط على أقدار الله والعياذ بالله. النهاردة هنرجع بالزمن لآلاف السنين، وهنرجع لشخص دمرته المقارنة والأنا في قصة صاحب الجنتين، وهنعرف ليه ربنا ما بيوزعش الأرزاق بالتساوي، وهنعرف الآيتين اللي فيهم العلاج الوحيد عشان ترتاح نفسيا. في سورة الكهف القرآن بيحكي لنا عن مشهد عجيب يستحق التأمل. حوار عادي بين 2 صحاب، واحد منهم كان واخد الدرجة النهائية في مقاييس الدنيا. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ثروة ومنظر ونهر بيجري. الراجل ده مشكلته ما كانتش في الفلوس، لكن مشكلته كانت في المعيار اللي كان بيقيس بيه نفسه. القرآن بيقول: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. ركز في الجملة الجاية دي لأنها أصل الداء: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الراجل ده ما قالش الحمد لله أنا غني، لا، هو معرفش يحس بقيمة النعمة غير لما حطها في مقارنة مع صاحبه الفقير. هو استمد قيمته الذاتية من كونه أحسن من فلان. المقارنة هنا عملت له عمى بصيرة، ونسي إن النعمة دي اختبار وافتكرها استحقاق وميزة شخصية ليه، فتكبر، والنهاية كانت زوال النعمة بالكامل وأحيط بثمره. صاحب الجنتين لو كان عايش وسطنا النهاردة كان هيبقى شبه الشخص اللي كل الستوريز بتاعته إنجازات وسفر. احنا حاليا بنعيش أشرس عصر للمقارنة. السوشيال ميديا بتعرض لك اللقطة الحلوة بس عند الناس، وبتخليك تحطها قدام لقطاتك المتعبة. الخوارزميات مصممة عشان تخليك دايما عايز أكتر، ولما بتشوف إن في غيرك سابقك بتحس إنك قليل وإنك اتظلمت، وتبدأ دوامة ليه هو وأنا لأ. وهنا لازم نقف وقفة صراحة مع نفسنا ونصحح مفهوم غلط منتشر كتير جدا. كتير بنسمع كلمة إن الرزق 24 قيراط ومتوزع بالتساوي، لكن الكلام ده غير دقيق. الله سبحانه وتعالى عدل، أيوة، لكن العدل عمره ما كان معناه المساواة في الدنيا. يعني عادي جدا تلاقي واحد واخد فلوس وصحة وسلطة، وواحد تاني مبتلى في صحته ورزقه ضيق. ليه؟ هل ربنا بيحابي حد؟ حاشاه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف بيجاوبك إجابة قاطعة وواضحة وصريحة: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني التفاوت في الأرزاق ده تصميم إلهي مقصود عشان الكون يمشي. لو كلنا كنا أغنياء مين هيبني ومين هيزرع؟ ولو كلنا كنا فقراء مين هيصنع ومين هينتج؟ ربنا وزع المواهب والأرزاق بتفاوت عشان أنا أحتاج لك في علمك، وإنت تحتاج لي في شغلي، وده يحتاج لي ده في ماله، فنكمل بعض. فالغني مبتلى يعني ممتحن بالشكر والعطاء، والفقير مبتلى بالسعي والصبر. كل واحد معاه ورقة امتحان مختلفة تماما عن التاني. طيب أنا كبشر غصب عني بتروح عيني للي في إيد غيري، أعمل إيه؟ القرآن هنا بيديك تكنيك نفسي جميل ورائع ومريح في سورة طه. اسمع الآية دي بقلبك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك. النهي هنا مش بس عن الحسد، لا، ده نهي عن التحديق والانشغال بنعم الغير.
ما تطولش في البص على صورهم وحياتهم لأن ده هيتعبك. زهرة الحياة الدنيا، ربنا سمى النعمة دي زهرة، والزهرة عمرها قصير وبتدبل بسرعة. المتعة الدنيوية مهما كانت مبهرة هي مؤقتة، وقتها قصير جدا. لنفتنهم فيه، ودي أخطر حتة. اللي انت فاكره نعمة صريحة هو في الحقيقة فتنة واختبار صعب لصاحبه. يمكن الفلوس اللي معاه دي تكون سبب في شقائه وبعده عن ربنا. ورزق ربك خير وأبقى، رزق الطمأنينة ورزق الدين واللي ربنا ادخره ليك في الآخرة هو ده اللي هيبقى لك فعلا. عشان كده يا صديقي هديك الحل العملي عشان تقفل بيه باب المقارنة اللي بيسرق عمرك في 3 خطوات. أول شيء، ركز في ورقة امتحانك. انت مش في سباق مع حد، انت في سباق مع نفسك ومع الأقدار اللي ربنا كتبها عليك. نجاح غيرك مش فشل ليك، ورزق غيرك مش مخصوم من رصيدك. اصنع نجاحك الخاص في حدود المتاح ليك. تاني شيء، طبق استراتيجية غض البصر الإلكتروني. تنفيذا لآية ولا تمدن عينيك، قلل متابعة الناس اللي محتواهم كله استعراض للنعم. ريح قلبك وما تعرضوش لفتنة هو مش قدها. وتالت شيء، استعذ بالله من شتات الأمر. ادعي ربنا دايما اللهم اجعل غناية في قلبي. لو القلب شبع مش هيفرق معاه مين ركب ايه ومين راح فين. يا صديقي، العدل الحقيقي مش اننا كلنا ناخد نفس الحاجة في الدنيا. العدل الحقيقي ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيظلم مثقال ذرة يوم القيامة. وكل نعمة دنيوية انت شايفها عند غيرك وراها مسؤولية وحساب انت مش شايفه. فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. شارك الحلقة دي مع أي حد حاسس إنه مضغوط من المقارنات، واكتب لي في التعليقات إيه الآية اللي بتطمن قلبك وبتحس بالرضا لما بتسمعها. شكرا ليكم وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.